حبايب هارتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. انتوا شايفين الحلاوة والطعامة؟ يعني بجد يا جماعة الأكلة دي حرفيا بتغسلني من جوه بجد زي ما بيقولوا كده. طبعا انتوا عارفين الحركة بتاعتي الفحمية بقى بالزيت بيدي طعم للأكل بجد بجد فظيع. يعني اللي ما بيجربهاش لازم يجربها، بجد تحفة، هتدمنوها. يعني انا اول ما عملتها مرة خلاص ركزت عليها على طول في اي حاجة انا بعملها كبروتين، فراخ بقى، لحمة، الحاجات الحلوة دي. طبعا شايفين الحلاوة بقى. تعالوا نخش بقى على الطريقة على طول ونشوف ايه وضعها. بصوا بقى، اول حاجة معانا هنا كده الطاجن. انا جبت سمنة ودهنت الطاجن كله من الجوانب ومن الارضية بتاعته سمنة او زبدة اللي انت تحبيه يعني. اهو زي ما انتم شايفين، على حسب بقى الكمية اللي انت هتعمليها هتعملي بالطاجن بتاعك. وحطيت الرز غسلته كويس قوي وحطيته، واللبن السايب والملح والفلفل. وهنا برضو قلبته كده شوية حلوين، يعني عادي مش كتير بس عشان كله يدخل كده مع بعضه. والملح والفلفل برضو حطيت قشطه كده من فوق لانها بتدي طعم للرز بجد فظيع بجد. ودي كانت قشطه اللبن السايب، فانتي برضو زي ما تحبي تشوفي بقى انهي قشطه انتي بتحبيها وتحطيها عادي. حطيته بقى في الفرن ولحد ما يستوي والحاجات دي كلها. جيت بقى للفراخ البانيه بتاعنا. انا جبت بانيه، قطع بانيه. انت ممكن تجيبي صدور عادي، بس كده كده الاتنين واحد يعني مش هتفرق. وعلى حسب الكميه اللي انت عايزاها والناس اللي عندك واللي هتاكل هتعملي برضو. انا عملت اهو، قطعته زي ما انتم شايفين قطع صغيره خالص. وجبت بقى البصلتين وقطعتهم. طبعا انا ما قطعتش غير اتنين، التالتة الصغيره دي انا ما قطعتهاش. انت بقى تقطعيه زي ما انت عايزه وزي ما انت بتحبيه، زي ما انت بتحبي البصل قطعيه. انا قطعته قطع مربعه كده زي ما انتم شايفين، وزي ما احنا بنحبه برضو. هو كده كده ما بانش، يعني احنا كنا مركزين مع تتبيله الفراخ بصراحه يعني. جيت هنا بقى على النار وحطيت البانيه اللي احنا قطعناه مع بعض، وسبته يتشوح خالص كده لحد ما لونه اتغير. بعدين جيت بالبصلايه وحطيتها عليه اهو زي ما شايفين. برضو قلبته كده شويه، وبعدين بقى حطيت صوص الباربيكيو والصويا صوص والبهارات، ملح فلفل كاري، باربيكيا اللي انت تحبيه حطيه. حطيت برضه 7 بهارات. طبعا عشان انا بحب الباربيكيو الصوص حطيت منه تاني يعني، بس بجد التتبيله كان طعمها تحفه وكانت ريحتها قلب البيت كله، فلازم تجربوها يعني. وحطيت شويه ميه مغليه عشان بس يبقى الصوص كتير، لان احنا بنحب الحاجات الصوص دي. وكمان عشان الفراخ تستوي. اهو قلبت شويه وبعدين سبتها. لما لقيتها بقى استوت، شايفين يا جماعه الحلاوه يعني؟ بجد لا، ريحتها وطعمها كانوا تحفه. هنا بقى قلت احطها في صينيه بايركس. انتي ممكن عادي تحطيه في طاجن برضو، بس انا ما لقيتش عندي طاجن صغير. حطيت كل البانيه اهو زي ما شايفين وعليه الصوص، وحطيتها في الفرن شويه. بجد يا جماعه طعمها خطير، لازم تجربوها. ولو جربتوها برضو قولولي بتعملوها ازاي، وان شاء الله تعجبكم. ما تنسونيش بقى في كل جديد لايك وسبسكرايب والحاجات الحلوه دي. يلا باي باي.